الحكام المصريه. مساء الخير يا سياده اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا كابتن حازم، ومنور الشاشه وتحياتي لكل مشاهدي قناه الحياه مع حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، يا ومستنياك بقى يوم معانا كده ان شاء الله تيجي بقى ان شاء الله. ده يشرفني يا كابتن على التحكيم وايجابيات وسلبيات، وان شاء الله تبقى الايجابيات اكتر. انا عارف على حضرتك هجوم كثير، ولكن هي دي كرة القدم العالمية دايما التحكيم. حتى في امبارح شفنا مباراة الكلاسيكو، واعتقد اكيد حضرتك شفتها، كان في برضه بعض الحالات. ما هو لازم يا فندم، ما هو بص يا كابتن، هو ما فيش تحكيم بدون اخطاء، ومفيش تدريب بدون اخطاء، ومفيش لعيبه بدون اخطاء، لان طالما اللعيبه والحكام بشر يبقى يعني في اخطاء. انت شفت ماتش امبارح بتاع البارسا والريال يا فندم ولا شفتوش؟ طبعا يا فندم. طب هل في اخطاء امبارح؟ انا شايف كان الحكم تغاضى عن طرد لعيبه كتيره وانذارات كتيره. ما انا هقول لحضرتك، هو مش هي الحكم يعني من وجهه نظره ساعات حضرتك طبعا الحكم بياخد قراره في لحظه، انما احنا بنقعد بقى حضرتك الكاميرات ونعيد و40 كاميرا وزوم ورجع اللعبه دي وودي اللعبه دي. مفيش حكم بيعمل الكلام ده كله يا كابتن. يعني هو الحاصل ان احنا يعني انا بقول دي تقييم غير عادل، ان احنا نسيب الحكم يحكم وياخد قراره في لحظه، ثم احنا نقعد نتحاور ونتشاور لمده 10 ساعات و4 ساعات ونختلف. انت متضايق من مواضيع الاستوديوهات التحليليه بتاعت خصوصا التحكيم دلوقتي؟ دي بتضايقك؟ يعني انا برضه لسه بسال اسئله يا كابتن حازم مش لاقي لها اجابه. زي ايه يا كابتن؟ الهدف ايه من النقد والتجريح الحكام، وبيخاطبوا مين، والاسباب ايه؟ يعني هو في فرق بين النقد وفي فرق بين التجريح. يعني النقد اعتقد هو مقبول بالنسبه لحضرتك والحكام. هو بص يا فندم، احنا اللي عايزينه تحليل. يعني ايه حضرتك بتحلله فعلا الاخطاء او الملاحظات بتاعت الحكام. تمام، واخد بالك؟ ده نقد يعني. لو في حاجه يعني غلط، ده بيبقى نقد نوعا ما، او الناس تاخد بالها. احنا بنقول لا، ما هو هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. في نقد بيبقى بناء، صح، وفي نقد بيبقى يعني مش نقد. اصل كلمه بيبقى تجريح شويه، صح. يعني انا النهارده في فرق ان انا بحلل قرار الحكم. يعني بقول للحكم النهارده انت القرار ده خده، والتحليل بتاعه الحكم خده ليه، وكان المفروض ياخد ايه. انما ان انا اخطئ الحكم، هو ده اللي انا ضده. بس انا متهيألي كل ما مارس التحكيم بيقول الحاجه الاولانيه اللي حضرتك بتقول عليها، اللي هو بيقول الوضع التحكيمي في الحته دي كان المفروض يتقال كذا، لكن ما فيش حد متهيألي من الكباتن اللي حكمه بيجرح، متهيألي يعني. لا، هو بص يا فندم، هو مش لازم يجرح مباشر، يعني من تحت لتحت. يعني مجرد ان هو يقول تعال نبص الحكم ونفرض ان في هدف احتسب من تسلل مثلا، والماتش خلص بيه، ما هو دور، واخد براحتك، ما هو دور الجماهير مع هذا الحكم في اي مباراة قادمة؟ قطعا هيبقى فيه تأثير. فانا بقول ان افضل شيء يا اما نحلل يعني الحكم خد القرار ده ليه، اما ان احنا نخطئ الحكم، او ان احنا نقول مثلا الحكم القرار اللي خده ده واطي، او ما هوش صح، او كان في مركز مش مظبوط. ده بيؤثر على التحكيم عموما، وبيعمل بلبله للجماهير. يعني تخيل حتى جمهور نادي لما يروح البيت ويتفرج ويتاكد من ناس لها احترامها وليها مكانتها انه اتهزم بهدف غير صحيح، شعوره ايه لما يروح الماتش الجاي مهما كان الحكم ده ملاك؟ احساسه اذا نقدر نقول طب انا استفدت ايه من النقد؟ هل هو لغرض الاصلاح؟ لا، اللي احنا بنعمله بقى كلجنه حكام ان بنقعد مع حكامنا داخل غرفه مغلقه، وبنقعد مع الحكام ونناقش اخطائها ونناقش ملاحظاتها ونناقش كل اللي هم عملوه داخل الحجره، ويطلع الحكم مستفيد. يعني انت شايف من وجهه نظرك كابتن عصام ان الاستوديوهات التحليليه بتاعت التحكيم بالذات دي، يعني دي مش حاجه ايجابيه للحكام؟ شايفها نوعا ما سلبياتها اكتر من ايجابياتها؟ انا بقول لحضرتك يعني حضرتك مسؤول عن التحكيم في مصر، يعني لا، انا شايف ان هي مش ايجابيه. انما انا بقول لو كانت ايجابيه انا قلت طلب
خلي السيد المحلل او السيد اللي بينقد يقول رايه مع اللعبه، يعني يبقى موجود بيشاهد البرنامج من الاستوديو او المباراه من الاستوديو، الحكم صفر يقول رايه فوري. يبقى هنا على الرغم ان هو بيشاهد بكاميرا، فبالتالي الكاميرا عامله زوم، فشايف يمكن هيبقى افضل من الحكم. طب هو لو في خطأ جسيم مثلا يا فندم، لو في خطأ جسيم؟ لا، خطأ جسيم احنا بنقول ده خطأ، يعني لما النهارده مساعد حكم يحسب كوره ما دخلتش ان هي دخلت، ده انا بعتبره خطأ جسيم وبنعترف. ولكن احنا بنقول ان في خطأ، لكن مش هنقتل المساعد بقى او الحكم. لا، ما يعني دي مش بتاعه المحلل، يعني قصدي الكابتن اللي بيجي يحكم في التحكيم بيبقى لازم يقول لو في اخطاء هيقول اخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا، لان هو الاعلام لازم يوصف الاخطاء. يعني الهدف ايه يا فندم؟ تمام. الهدف يعني ان دلوقتي حضرتك بنقول ان مثلا الكابتن حازم امام حكم هذه المباراه اخطأ في هذه اللعبه والهدف ده من تسلل واضح. تمام. وانا بقول ان بالتالي الفرقه دي اتغلبت عن غير حق. الهدف ايه؟ صح. يعني انا عايز مش لاقي حد يجاوب، وبعدين بيخاطب مين؟ يعني انا بخاطب جمهوري. يعني انت النهارده حضرتك مع الفارق طبعا شفنا في اي برنامج تلفزيوني تحليل لاي قاضي خد قرار في اي محكمه، علما ان في قاضي بياخد قرار في المحكمه الابتدائيه وبيجي قاضي الاستئناف يدي قرار عكسي 180 درجه. صح. ومع ذلك عمرنا ما شفناش برنامج بيحلل قرارات القضاء، لان ده المفروض قاضي الملاعب. انا ما بقولش ان هو يحاسب، احنا بنحاسبه واحنا بنقول له اخطائه وبنحاول نرتفع بمستواه الفني والبدني والنفسي. عوامل كتيره جدا، واخد بالك. النهارده يمكن حضرتك على علم حضرتك ان النهارده كان في 7 حكام. انا لسه هقول بنختبر، مش احنا اللي بنختبرها. ما لسه هاجي حضرتك الخبر اللي قدامي فعلا. كان في 8 ولا 7؟ من ال7 6 اجتازوا الاختبارات الافريقيه. هم 8 ولا 7 يا كابتن؟ لا 7، في واحد ما حضرش اللي هو كابتن حمدي شعبان، والكابتن سمير عثمان لم يوفق في الاختبار. بس انا عايز اوضح، وكويس ان حضرتك شرفتني بالمداخله، ان دي اختبارات للاشتراك في مباريات الاتحاد الافريقي. اوكي. يعني اللي نجح فيهم هيسند اليه مباريات من الاتحاد الافريقي، واللي ما وفقش مش هيسند ليه مباريات في الاتحاد الافريقي. لكن هم عندنا حاطين الشاره وناجحين كاختبار محلي. يعني بس يعني كابتن سمير عثمان مش هيحكم في افريقيا، هيحكم محلي بس لحد لما يجتاز. لغايه الامتحان الجاي امتى بقى؟ الاختبار الجاي برضو الوقت اللي بيحدده الاتحاد الافريقي. تمام. والسته الباقيين نجحوا يا فندم. الباقيين كلهم فهيم عمر، محمود عاشور، وياسر عبد الرؤوف، ومن المساعدين تامر دري وشريف صلاح وضياء السكران. وضياء السكران وتامر دري جابوا 15 لفه، وهو المفروض النجاح من 12. ما شاء الله. محمود عاشور جاب 13.5 لفه. اتحاد يعني قصدي لجنه التحكيم يا كابتن عصام مثلا مع كابتن سمير عثمان، هل بيبقى ليها مثلا ليها توجيهات ليه عشان يلحق تاني، ليها عقوبات، ليها مثلا تمرينات زياده؟ هو في حاجه بتطبقها عليه مثلا؟ لا احنا بص يا فندم، احنا عملنا طبعا، وسيادتك عارف احنا عندنا دلوقتي دكتور محمد عثمان، ده دكتور متخصص في اللياقه البدنيه وماسك قسم جديد انشئ في لجنه الحكام اسمه قسم اللياقه البدنيه، وده خد دوره من الاتحاد الدولي والافريقي، وهياخد دوره ثانيه في مارس ان شاء الله بتأهله، لان هو كان اصلا مدرب لياقه بدنيه للمنتخبات. وده طبعا رفع مستوى الكفاءه. النهارده حكم من الحكام اللي كانوا موجودين بيقول يا كابتن احنا ما كناش بنتمرن صح. يعني كان تمريناتنا او اسلوب تمريننا مش باسلوب علمي، كان كل واحد بيتمرن لوحده دون متابعه ودون. فطبعا لما احنا جمعناهم وبدانا نديهم التدريب الصحيح والبرامج المنظمه، النهارده الحمد لله انا بعتبر النتيجه مرضيه جدا. وبرده الكابتن سمير ما حصلوش اصابه ولا حاجه، هو راى ان هو لو كمل الاختبار ممكن يؤثر عليه، فطلب تاجيل الاختبار. ونفس الكلام بالنسبه لحمدي شعبان. حمدي شعبان ما راحش خالص. حمدي شعبان حمدي شعبان عيان يعني ولا ما راحش، لكن حمدي شعبان وسمير عثمان مجتازين الاختبارات الاتحاد الدولي اللي هي عندنا، وبالتالي جات لهم الشاره ويمكن اسناد مباريات محليه
او عن طريق الاتحاد الدولي. بس احنا عايزين نشوفها في افريقيا كمان ان شاء الله يا كابتن عصام، يعني اتمنى ان شاء الله. نتمنى طبعا باذن الله. الحمد لله 7 مساعدين اجتازوا الاختبارات الافريقيه و5 من الحكام اجتازوا، وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقوا ال7 كلهم مجتازين باذن الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عصام صيام.